السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اسعد حال. اهلا بكم في قناتنا حلاوة الاكل المصري. ان شاء الله النهاردة هنعمل احلى سردين مقلي بتتبيلة جميلة جدا. واحلى حبة رز هيتقدموا معاه. وعايزين كمان تعرفوا اللون الاصفر الجميل ده للسردين احنا عملناه ازاي. تابعوا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوا. بس الأول قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوناش طبعا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وكمان لايك علشان بإذن الله كده تشجعونا ونعمل فيديوهات كتيرة. لأن كل ده إن شاء الله يعني بيشجعنا والله بجد. يلا بقى نشوف احنا عملنا ايه، والسردين بتاعنا احنا جبناه وجهزناه ازاي. جبنا طبعا السردين زي ما احنا شايفين كده. وطبعًا نضّفناه كويس جدًا وغسلناه. وبعد كده عصرنا عليه ليمون، حطيناه طبعًا في مصفى لمّا صفّى مَيّته، وبعدين عصرنا عليه ليمون بالشكل ده كده. تعالوا بقى معانا نجهّز التتبيلة بتاعة السردين، أحلى تتبيلة إن شاء الله هنعملها. يالّا بقى نشوف التتبيلة متكوّنة من إيه. إحنا هنا معانا حوالي طماطماية، ومعانا كمان توم، ومعانا قرنين فلفل أخضر وأحمر زي ما تحبّي، ومعانا التوابل معلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الكمون، ونُص معلقة شطة، وزي ما تحبّي الشطة دي حسب رغبتِك أنتِ. طبعًا كل المكونات ديّة هنضربها دلوقتي في الكبة علشان كلّه يتفرَم مع بعضه. ومعانا طبعًا ليمون هنعصره في الآخر. بعد ما نفرُم كل الحاجات ديّة بنعصر بقى الليمون بتاعنا على الخلطة الجميلة بتاعة السمك دي. خلاص بقت جاهزة معانا أهيّة. باجيب السردين زي ما إحنا شايفين كده، وأكون طبعًا بعد ما باغسله كويس وباحطه في المصفى وباعصر عليه ليمون. بابدأ بقى أتبّله بالشكل ده كده. بافتحه كده وأتبّله بقى كده. ما شاء الله التتبيلة دي حلوة أوي وبتنفع لكل أنواع السمك. وممكن تجهّزيها عندِك في الdeep freezer وتبقى موجودة على طول في أي وقت أنتِ تحبّي إنِّك تطلّعيها وتشتغلي بيها. بتكون جاهزة وما يعني بتفضل زي ما هي والله بتبقى جميلة جدًا. طبعًا أنا هاخلّص كل الكمية بقى، هاعمل السردين كلّه بالشكل ده. وبعدين هنشوف إحنا إن شاء الله هنعمل إيه تاني. خلّصنا كل الكمية أهيّة، عملنا لها التتبيلة بتاعتها خلاص. تعالوا بقى نعمل الخلطة بتاعة الcover اللي إحنا هنغطّي بيه السردين قبل ما يتقلى. تعالوا بقى نشوف إحنا عملناها إزاي. معانا هنا حوالي كوباية من الدقيق، عليها طبعًا معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وعليها كمان معلقة كبيرة من الكمون. طبعًا إحنا عارفين إن السمك بيحب الكمون أوي يعني والكزبرة. تعالوا بقى للسر بتاعنا اللي بيخلّي اللون الأصفر الجميل للسردين. هو معلقة كده من بودرة الزعفران بنحطها على الدقيق بالشكل ده كده. يبقى معانا معلقة بودرة زعفران بنحطها على التتبيلة مش على الدقيق بتاع السردين بالشكل ده كده. هو ده اللي بيدّيني اللون الأصفر الجميل بتاع التحمير بتاع السردين. وممكن تستخدميها لأي سمك أنتِ هتقليه برضه. طبعًا أنا باعمل بقى كده الcover بتاع السردين أهوّة، وباغطّي السردين بالدقيق كده بالشكل ده باعفّره واغطّيه كويس. وبعد كده يعني باكون طبعًا مجهّزة الطاسة معايا على النار تكون سخنة جدًا، فيها الزيت يكون سخن جدًا. خلاص أنا كده عملت الكمية كلّها أهيّة وعفّرتها بالدقيق زي ما إحنا شايفين كده. خلاص طبعًا هابدأ بقى دلوقتي إن أنا أجهّز بقى الطاسة. طبعًا هي كانت جاهزة معايا خلاص الزيت سخن جدًا فيها أهوًا. هابدأ دلوقتي إن أنا أحُط السردين. هارُص بقى كل السردين في الطاسة كده على قد ما الطاسة بتاخد. واسيبه بقى ما اقلّبوش على طول، يعني أحاول دايمًا إن مع أي سمك أستنى عليه شوية لحد ما يبدأ إن هو يتحمّر من تحت، علشان لو أنا قلّبته وهو لسه ما اتحمّرش فممكن يتهرى منّي. ما شاء الله هو كده خلاص هابدأ بقى دلوقتي أقلّبه. ما شاء الله لونه جميل أهوّة. طبعًا إحنا عارفين إن فوايد السردين جميلة جدًا. نسبة الكالسيوم بتبقى عالية جدًا فيه أكتر كمان من السمك العادي يعني.
خصوصًا أنواع السمك اللي هو زي السمك ده كده، أنواع سمك السردين كلّها كل السردين بأنواعه، مفيد جدًا، جدًا ونسبة الكالسيوم عالية جدًا فيه. أخلّص بقى كل كمية السردين كده ونقليها. طبعًا أنا باكون مجهّزة طبعًا طبق أو أي حاجة فارشة عليها طبعًا مناديل مطبخ، علشان السردين لمّا أطلّعه من الطاسة أو نطلّعه من الزيت أحطه على طول بالشكل ده. ما شاء الله السردين خلص كمان أهوّة معانا وبقى جاهز خلاص للتقديم. الله عليه جميل جدًا، ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا اللي هنقدّمه مع السردين إحنا عملناه إزاي. معانا حلة على النار حطينا فيها زيت، ونكون طبعًا معانا بصلاية كبيرة نكون مقطّعينها مكعبات صغيّرة كده بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. وبعدين أحط البصلة على أحط البصل على الزيت، وهابدأ إن أنا أقلّبه كده وأسيبه لحد ما يبدأ يصفر معايا أو يحمر على خفيف مش أوي يعني، بالشكل ده كده. طبعًا هنا بقى خلاص أنا هيكون معايا إيه، مجهّزة معايا حوالي كوباية صلصة بالشكل ده كده، كوباية. طبعًا الصلصة ديّة كانت في الdeep freezer، فهي جامدة شوية، فهي يعني مثلّجة شوية. هتبدأ بقى دلوقتي تفُك مع البصل كده. طبعًا هاحط لهم إيه بقى، هاحط لهم معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، الكزبرة الناشفة. وهاغطّي عليها بقى لحد ما تبدأ إن هي تتسبِّك كويس مع بعض، مع البصل كده والتوابل. ما شاء الله. هاسيبها شوية كمان لحد ما تبدأ تتسبِّك خالص. طبعًا أنا بيكون معايا الرز طبعًا أنا غاسلاه، وطبعًا مصفّياه كويس. هو هنا خلاص اتسبِّكت أهيّة الصلصة. هابدأ أحط بقى الرز طبعًا كلّه زي ما إحنا شايفين كده. طبعًا أنا باقلِّب الرز كويس في الصلصة كده قبل ما باحط له المَيّة بتاعته. الرز ده بيبقى جميل جدًا وبيتقدّم مع السمك وبيبقى تحفة بجد والله. طبعًا خلاص كده قلِّبته كويس في الصلصة أهيًا. هاحط بقى حوالي قد الرز مَيّة، مقدار المَيّة بتاعتي قد الرز اللي أنتِ حاطاه حُطّي مَيّة، وقلّبي بقى الرز كده كويس في المَيّة كده، واحط له كمان معلقة الملح وهاقلّبه كويس، واغطّي عليه واسيبه أول ما يبدأ يغلي معايا. باوطّي النار علشان يستوي بقى على نار هادية. ما شاء الله الرز ده بيبقى جميل والله جدًا. استوى معانا أهوّة ما شاء الله. إيه رأيكم بقى الرز استوى خلاص أهوّة السردين اتقلى والأكل بقى جاهز ما شاء الله. تحفة والله جميل أوي. جرّبوا طريقتي إن شاء الله هتعجبكم. وكمان عملنا معاه سلطة بلدي كده جميلة. إيه رأيكم بقى؟ الأكل بجد تحفة النهارده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون كده يعني خفيف عليكم كده. وما تنسوناش طبعًا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك. واترككم بقى في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.